وفي المساء من هذا اليوم المرموق بين أيام الدهر وقفت الآلاف من أفراد الشعب المصري المناضل تهتف من أعماق قلوبها: تحيا الجمهورية، تحيا مصر، لا ملكية ولا استعمار بعد اليوم، عاش محمد نجيب. وانشقت الحناجر واهتزت القلوب حين بدأ ركب الرئيس يغادر قصر الجمهورية متجها نحو مقر هيئة التحرير، شاقا طريقه بين الآلاف من أبناء مصر. ولم يكن هناك متسع لقدم، فلم تستطع الأجساد أن تتحرك، ولكن استطاعت الرؤوس وارتفعت الأيدي مصفقة ملوحة بالمناديل، فبدت الأرض وكأنها تميد. ثم وصل الرئيس إلى الشرفة حيث كان ضباط القيادة ورؤساء الأديان. وحين أصل الرئيس من شرفة مقر هيئة التحرير ازداد اهتزاز الميدان بالتصفيق والهتاف، وتأجج الحماس ليبلغ منتهاه، واختلط الحماس بالتصفيق والهتاف بانسجام رائع ليتحول زئيرا يهز جنبات الفضاء. وبعد تلاوة ما تيسر من آية الذكر الحكيم قام رؤساء الأديان الثلاثة يبايعون الرئيس محمد نجيب رئيسا للجمهورية. إن مصر اليوم وحدة واحدة لا تنحرها شيع ولا تفرقها مذاهب، إنها أمة واحدة أجمعت رأيها ووحدت كلمتها، ووقفت تبايع رئيسها الذي يبادلها حبا بحب ووفاء بوفاء. ثم ألقى الرئيس خطابه التاريخي الذي جاء فيه: اليوم أعلن أننا قد حطمنا باسمكم آخر قيد من قيود الظلم والاستبداد التي فرضتها عليكم أسرة حاكمة غريبة عنكم منذ أن قامت، فأنهينا باسمكم الملكية ليطويها التاريخ بما جرت عليكم من مآس وآلام، وقامت الجمهورية بإرادتكم لتفسح الطريق نحو المجد ونحو حياة شريفة يتكافل فيها المواطنون ويكون أول قدام الشعب هم الحاكمين. ثم دوى في الميدان صوت رددت مصر كلها وراءه ما قال: إنه جمال عبد الناصر. أيها المواطنون، أيها المواطنون، فلنقف جميعا لمبايعة الرئيس اللواء أركان الحرب محمد نجيب رئيسا لجمهورية مصر. فلنقف جميعا لنردد المبايعة. اللهم إنا
ورحمة